الدنيا بقت ماشية بسرعة، إيقاع الحياة بينسينا حاجات كتير. إزاي نربي ولادنا؟ إزاي نوجههم علشان يكبروا من غير أمراض نفسية؟ إزاي أتصرف مع ابني لما يغلط؟ علاقتنا في شغلنا، بين زمايلنا وصحابنا، وفي بيتنا ما بين أهلنا وناسنا. كل ده وأكتر هنعرفه ونناقشه في برنامج خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن دايغم على راديو كامل. راديو كامل، محطة على المحطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن إبراهيم دايغم. النهاردة هنتكلم عن مشكلة هي تبدو كده مشكلة نفسية شوية، والمشكلة ديت هي اللي بتزود بعد كده بتعمل لنا مشاكل أكتر، وهي الانطواء. هو ابنك عنده انطواء؟ هو بنتك طول الوقت قاعدة لوحدها؟ طب الأول عندها كام سنة؟ نبدأ نحكم إنه عندنا مشكلة في حالة الانطواء لو الولد تخطى 7 أو 8 سنين. علامات الانطواء إن الولد يقعد لوحده كتير، إن الولد ما بيشاركش في أي ألعاب، وكمان لما تروح المدرسة دايما المستر يشتكي أو المدرسة تشتكي إن الولد ما بيلعبش مع زمايله، الولد طول الوقت متجنب قاعد لوحده. لو ده بيحصل معانا اعرفي إن ده أول مؤشر لأنه الولد منطوي. الانطواء الحقيقة بعد كده ممكن يتطور ويعمل اكتئاب. وهتقولي لي اكتئاب؟ هو يا دكتور الأطفال كمان بتكتئب؟ الحقيقة أو للأسف كمان الأطفال بتكتئب. في حاجة اسمها اكتئاب الأطفال، وده بيبقى شكله قريب شوية من اكتئاب الكبار، ولكن أسبابه مختلفة. مش دايما الشخص المضغوط ماديا أو المضغوط في شغله أو المضغوط بسبب الزوج أو الزوجة هم دول اللي بيكتئبوا، لا، كمان الأطفال بيكتئبوا. الطفل بيكتئب لما يكون ما عندوش المهارات الاجتماعية اللي يتعامل بها مع زمايله. الطفل بيكتئب لما يحس ان زمايله ما بيحبهوش. الطفل بيكتئب لما يبقى وحيد ومحدش يرضى يلعب معاه. لو عندنا كل ده نعرف ان ابننا نقصه شوية مهارات اجتماعية. طيب تعالوا الأول كده نروح عند الانطواء تاني. هو ليه ابننا بقى منطوي يا دكتور؟ على طول هقولك انت السبب. انت السبب، لانه لما كان بيبقى في ضيوف في البيت كنت بتحسسه انه الناس او الاخرين حاجة كبيرة قوي، ليهم هيبة كبيرة قوي. اول ما تدخل تسلم على عمه وتقول كذا وكذا وكذا، وبعد ما الضيوف يمشم هو يصح كنت تقول كذا، هو مش المفروض كنت تعمل كذا، ونفضل ننتقد في الولاد على سلوك الاساس فيه ان هم اطفال. انت كده ضمنيا او انت حسست ابنك انه الاخرين او الضيوف حاجة تقيلة على قلبه، حاجة هم دايما هيحصل نقد او دايما هيحصل لوم ليه لما الضيوف يمشوا. يبقى كتر النقد لابننا يخليه انطوائي. ليه؟ أصله فقد الثقة بنفسه. أصله طول الوقت إحنا بننتقده، طول الوقت محسسينه أنه غلط، طول الوقت هو مش صح. كل الانتقادات ديت بتخلق شكل من أشكال الانطواء عند ولادنا اللي هتتطور وتبقى اكتئاب. أحيانا كمان اللي بيزود مستوى الانطواء هو سلوك المقارنة، الخطأ الفادح اللي دايما بنقع فيه. إن إحنا كلنا شعب نعشق المقارنات، بنقارن نفسنا بيننا وبين زمايلنا في الشغل، بنقارن نفسنا بجيراننا، بنقارن نفسنا باخواتنا، بنقارن ولادنا بولادهم. واحنا شعب الحقيقة يعشق المقارنات، وهي آفة من آفات العقل والنفس، انك تفضل طول الوقت تقارن ابنك بغيرك او تقارني ابنك بابن اختك مثلا. حالة المقارنة ديت بتحسس الولد بفقد الثقة بنفسه، ما عادش عنده الثقة بنفسه، فلما يروح يلعب مع زمايله في المدرسة بيحسوا ان دمه تقيل، بيبعد عن الناس شوية شوية، حاسس انه مش قادر ياخد حقه من الناس، حاسس ان الناس بقت مصدر ازعاج وتعب ليه. تعالوا كده ننظم الافكار تاني. اذن لما الولد ينطوي ده معناه ان احنا بننقده كتير، ده معناه ان احنا بنخوفه من الناس، بانه لما يجي لنا ضيوف او لما نكون رايحين في مكان بنقعد نديله تعليمات كتيرة قوي، اكبر كتير من قدراته كطفل. العادي كطفل انه يدخل يعمل حاجة كده، يتكلم بشكل كده، واحنا خارجين ممكن يعمل بعض السلوكيات. ما هو طبيعي، ما هو طفل، ما هو عنده 7-8 سنين، ما هو لازم يعيش الحالة كده او يعيش الحياة من غير القيود. لسه ما تستعجلوش على القيود، هتحصل له كده القيود هتحصل، بس ما تستعجلوش انتوا عليها. فلنلاقي انه الطفل اللي بينتقد كتير، الطفل اللي بنخوفه من الناس، الطفل اللي بنقارن بينه وبين باقي ولاد العيلة، الطفل ده احنا خلقنا عنده ضعف ثقة
ثقة بنفسه، فما عادش عنده مهارات اجتماعية يتعامل بها مع زمايله، بقى ملفوظ في المدرسة، الناس ما عادتش بتحبه، وكل شوية بيزيد مستوى الانطواء، كل شوية الولد بيحب يقعد لوحده. كمان احنا اول ما نشوفه قاعد لوحده ممكن نهمل المسألة ديت. لو ده حصل اوعى تسيب ابنك قاعد لوحده، اوعى تقول لي ما هو بياكل وحده هو اللي عايز كده، اوعى تقول لي هو اصله بيحب الوحدة طول الوقت. ما تسكتوش على السلوك ده، لان السلوك ده هو من اهم الحاجات اللي بتوصلنا لاكتئاب الاطفال. واكتئاب الاطفال مشكلة مش قليلة، ربنا ما يوقع حد فيها، لانه فعلا بتعمل مشكلة للأسرة كلها. إذن ما تسيبش ابنك قاعد لوحده، ما تقارنش ابنك بحد، ما تخوفش ابنك من الضيوف، حب ابنك وخليه يثق في نفسه، واحترم أي حاجة كويسة بيعملها، حسسه بقيمة اللي هو بيعمله. هو ده الطريق اللي هيخلي الولد يكسب ثقته بنفسه، هو ده الطريق الصح. في برنامج خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن إبراهيم دايغم على راديو كيمت، محطة على المحطة. كنتم مع خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن دايغم على راديو كيمت. راديو كيمت، محطة على المحطة. راديو كيمت، محطة على المحطة.